طيب انا حبيت بس في اول الفيديو كده اعمل معاكي تجربة عملية وارد بيها على تعليق اخت لينا كتبته لي من حوالي شهر. شفت الكوباية قدامك ومعايا سبونشة من غير الجانب الخشن اللي فيها، انا شلت الجانب خالص اللي عليها ده، نزعته خالص منها كده. ومعايا الجل اللي انا عاملاه من الصابون البلدي بعد ما حطيت له شوية اضافات. هحط نقطة على السبونشة وهلف بيها كده جوه الكوباية دي، وهتشوفي اللمعان دلوقتي والنظافة، وهتسمعي كمان التزييقة بتاعة الإزاز عشان تتأكدي إن مفيش أي ملمس دهني في الكوباية، يعني الصابون بتاعنا ملوش أي أثر دهني. هتقولي لي عشان الإضافات اللي احنا حاطينها في الجل. هنفذ معاكي نفس المقطع دهوت في كوباية إزاز تاني في نص الفيديو للجل اللي احنا عاملينه من الصابون البلدي بدون إضافات، يعني معناها إن الصابون بإضافات بينظف وبدون إضافات برضو بينظف. أفتكر لو في أي دهنة كانت بانت. السلام عليكم ورحمة الله إخواتي وحبايبي، أخباركم إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. ده الصابون اللي احنا عملناه بالأوكسي تاتش، معايا قطعة ونص فاضلين، خلاص الكمية كلها خلصت وهنعمله مع بعض تاني إن شاء الله. هبشرهم ومعايا لترين مية سخنة هنزل بيهم واحدة واحدة، ومش هضيف على الصابون ده إلا معلقتين من السكر. وبعد كده هنفذ معاكي تجربة تاني ونكمل بقية الوصفة. صاحبة التعليق كتبت لي التعليق زي ما بقول لكم من حوالي شهر، وبتقول لي ان الصابون ما بينضفش الازاز والكريستال. يعني بالمنطق وبالعقل، اللي ينظف الالومنيوم والستيل ما ينظفش الازاز والكريستال. اللي ينظف الخلاطات والشفاطات والمروحة اللي محطوطة في المطبخ وحالتها زي حالة الشفاط بالظبط، وينظف الحوض وينظف القعدة وينظف السيراميك وينظف الملابس والبقع والرخامات والأحواض والملابس وكل حاجة، ما ينضفش إزاز وكريستال إزاي؟ إحنا عملنا تجربتين وأدي التانية أهي، واحدة في أول الفيديو والتانية قدامك أهي. الجل يا دوب دوبته بس بمية سخنة، الصابون حطيت له شوية سكر بقى جل. هجربه معاكي قبل ما أكمل الوصفة، وبرضه بنفس الاسبونشة، عبارة عن قطعة اسفنج بس. هلف بيها في الكوباية، هشطف الكوباية قدامك في نفس المقطع، وهسمعك صوت النظافة وهتشوفي لمعان الكوباية، وهشطف الكوباية تاني على الحوض وارجع لك تاني اسمعك صوت النظافة، واثبت لك ان الصابون بالصوت والصورة بينظف الكريستال وبينظف الازاز وبينظف كل حاجة. الناس اللي بتقول الصابون بيدهنن معاها، الصابون بيدهنن علشان فيه نسبة من المادة الدهنية اللي اشتغلت بيها ما لقتش الصودا اللي تتفاعل معاها وتتكون معاها وتعمل صابون، فضلت مادة دهنية زي ما هي، عشان كده بتديك الإحساس الدهني ده. الحكاية دي أنا شرحتها بالتفصيل في فيديو قبل كده. اظبطي كمية الصودا المناسبة لكمية الزيت، يتفاعلوا الاتنين مع بعض من أول نقطة لآخر نقطة ويتحولوا لمادة تالتة هي الصابون. الصابون اللي انت بتشوفيه بيرغي وبينظف كل حاجة. طيب أنا هنا بوريك الرغوة، وعملت التجربة معاكي مرتين، وهجرب معاكي تجربة تانية وتجربة تالتة في الفيديو علشان نرد على الاتهامات اللي متوجهة للصابون البلدي، بما انه هو المحتوى اللي احنا بنقدمه لك ولازم يكون محتوى مفيد. في المقطع ده هغسل معاكي طاسة ألمونيوم، وطبعا شايفة شكلها قدامك والحروق اللي فيها والمادة الدهنية اللي فيها. هغسلها على مرتين، مرة هشيل الحروق دي والدهون اللي فيها، ورغم ان فيها زيوت ودهون ما قطعتش الرغوه بتاعت الصابونه، هدعكها من بره ومن جوه وهديها شطفه كده بعد ما امسحها بالفوطه، وبعد كده هدعكها تاني علشان المعها كويس قوي. وهتشوف النتيجه برضو دلوقتي قدامك صوت وصوره. اللي ينظف الطاسه وهي بالحاله دي يقدر ينظف الازاز والكريستال بمنتهى السهوله. كملي معايا بقى المقطع وشوفي الطاسه في الاخر هيبقى شكلها ازاي. ودلوقتي انا هوريكي شرابات ولادي، وقبل كده عملتها معاكي في فيديو الشرابات البيضة اللي بتدوخنا كلنا في النظافه، وانا بصراحه مش عارفه ليه الشباب بيتعمد يلبس اللون الابيض بالذات. ماله الرصاصي، ماله البني، ماله الازرق، مالها الالوان الغامقه دي عشان ترحبنا شويه. المهم الله المستعان، وطول ما معانا الصابون البلدي مش هنغلب، هننضف كل حاجه. ده الجل اللي معانا اهو، اللي بنعمله من الصابون البلدي، وبنحط له بقى شويه الاضافات اللي انت شايفاهم دول. بمناسبه بقى اكياس الاكس اللي انت شايفاها دي، برضو اخت من اخواتي كتبت لي تعليق ولها حق في الحقيقه، يعني بتقول لي انت دايما تشتغلي باكياس الاكس دي،
وفي ناس مش موجود عندها، مش متوفر في المنطقة اللي هي فيها أو في البلد اللي هي فيها، فلازم تنوهي في الفيديو عن البديل. بصي يا حبيبتي، أنا مرتبطة بأكياس الأوكسي في وصفتين، في وصفة واحدة، هي وصفة الصابون السحري. لازم أكياس الأوكسي يا إما الإيديتا عشان تاخدي صابونة سحرية تتحول لجل شفاف. غير كده الإضافات اللي أنا بحطها للجل اللي بعمله من الصابون البلدي عبارة عن أكياس أوكسي أو صابون سائل. يعني أي منظف جل للملابس أو للأطباق هيكون بديل مناسب جدا. لو مش عندك أوكسي تحديدا هيكون عندك أي منظف جل، هيكون بديل مناسب. انا كده جربت معاكي ازاز، وجربت معاكي الومنيوم، وجربت معاكي الشرابات، وقبل كده جربت الشفاط في كام فيديو، وجربت المروحه اللي بتكون في المطبخ زي الشفاط بالظبط في حالتها، والحمام والسيراميك والقعده والاحواض والخلاطات وكل حاجه عشان نبرئ الصابون البلدي. هجرب معاكي الشرابات دلوقتي. والناس اللي بتقول ان الصابون بعد يوم واتنين وتلاته رغوته بتقل والقوام بتاعه بيفصل وبيبقى سايب زي الميه، وكمان اتهموه اكتر وظلموه وقالوا ان ريحته بتكون وحشه. سؤال كده بسيط، الريحه الوحشه مصدرها ايه؟ هتيجي للصابون البلدي منين؟ من الزيت ولا من الصودا؟ ما انت عملت صابون بزيت وصودا، ممكن من الميه اللي اشتغلت بيها مثلا، يعني نقدر نقول كده. طيب الزيت هو اللي بيكون ريحته وحشه؟ الزيت ما بتبقاش ريحته وحشه، الزيت بتكون ريحته مخززه او مزنخه زي ما بيقولوا، فيها ايه، تزنخ، لكن ريحتها مش وحشه. ولما بيتصبن مع الصودا الريحه دي بتقل بنسبه كبيره، ولما بنحط له اضافات تتفاعل معاه زي مسحوق بودر زي زيت صنوبر زي اي حاجه بتضيع الريحه دي. طبعا الناس كلها اللي بيقدموا المحتوى ده اشتغلوا على ريحة الزيت، وإلى حد كبير اتخلصنا من حوالي 90% من تأثيرها. وأنا عملت معاكي صابون سحري تقريبا الصابونة ما فيهاش أي أثر لريحة الزيت، وعملت معاكي صابون بالأوكسي تاتش برضو ما فيهاش أي أثر لريحة الزيت. يعني الصابون البلدي بريء من كل الاتهامات دي. الصابون البلدي لست البيت إنجاز. كلامنا مش هينتهي عنه، ولسه لنا كلام تاني. بحبكم جدا، شكرا والسلام عليكم.